رسالة مختصرة: لا راحة لمؤمن إلا بلقاء ربه. دي عبارة كثير من الناس يفهموها خطأ، فلا يشترط أن يكون اللقاء بعد الموت فقط، فالصلاة لقاء، والمناجاة لقاء، والذكر لقاء، والتفكر لقاء، والصدقة لقاء، وقراءة القرآن لقاء، والتودد إلى الناس لقاء، والعلم لقاء، والأدب في التعامل لقاء، وقيام الليل لقاء. فهل أدركنا كم فرصة للقاء ربنا؟ ربنا سبحانه وتعالى في آية في القرآن الكريم يقول لنا: بسم الله الرحمن الرحيم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. هي آية بها خلاصة المواعظ، فراحتنا في لقاء ربنا في كل لحظة، ونعم بالله.